بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نبدا معاكم ان شاء الله برج الدلو باذن الله. بس اهم حاجه بالله عليكم متنسونيش باللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو، ولو لسه مشتركتيش في قناتي فضلا وليس امرا يا ريت الاشتراك بالله عليك. نبدا بقى بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالفنجان وبعدين نبدا بالطبق. معلش بقى انا ببقى اتاخر عليكم شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا برج الدلو، يعني بص اول حاجة عندك، يعني بص في القاع خالص، يعني شوف في الفنجان من تحت في الطبق، فنجان تحت خالص اهو. عندك يعني حسد بطريقة فظيعة، عندك حسد يعني صعب جدا. يعني شوف الفنجان عامل ازاي، شفت العين عاملة ازاي، شفتها؟ سبحانك يا رب لا علم لنا. اهو عيون عيون، بس ان شاء الله انت عندك حسد بطريقة صعبة قوي. وعندك كمان، نبدأ بقى كمان. وعندك هنا اهو بص، شوف حتى العيون سبحانك يا رب برضو كتير. انت في دوامة يا برج الدلو، انت في حاجة يعني معكنة عليك حياتك الايام اللي فاتت ديت، في موضوع شغلك، في حد ظلمك وانت مش يعني انت محالف، ما انت سايب حقك، انت اتظلمت في حاجه، في مشكله او حاجه، انت حالف ما انت سايب حقك، والمشكله دي عامله لك قلق وبتفكر كتير فيها. بس هو ربنا نصرك، بس انت برضو يعني ايه مش راضي بالحكم ده، عايز حكم يعني عايز تاخد حقك بايدك بمعنى اصح. بس ان شاء الله ربنا هيجيبهم لك تحت رجلك باذن الله، وهينصرك على الناس دي باذن الله. الناس دي طبعا الاعداء دولت اولا، ده العدو اللي عندك ده، لو او اللي انت بتكرهه هو اللي بحرف الام، هو ده اللي عامل لك كسرة وقهرة. يعني الشخص ده هو اللي عامل لك يعني ايه المشاكل في حياتك، هو اللي معاك ان عليك حياتك، بس ان شاء الله ربنا ينصرك عليهم. سيبهم ربنا يكيدهم، ربنا يكيدهم في يجعل كيدهم في نحرهم بإذن الله. وعندك كمان بص، الدنيا هتديلك اهو. بص عندك عصفورة، انت شايله الرزق بتاعك تحت صبية. الرزق عندك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بإذن الله. عندك رزق واسع بطريقة ما شاء الله تبارك الله، اول مرة اشوف في حياتك. ربنا يرزقك من واسع الفترة اللي جاي، الشهر اللي جاي ده، الشهر اللي احنا يعني اخر الشهر ده ان شاء الله، في شهر 3 باذن الله تعالى، على اول 3 ان شاء الله ربنا يرزقك من رزق واسع واسع واسع، يعني يجيلك مال يعني مش هتعرف ان المال ده سبحان الله ربنا بعته لك رزق ليك ولاولادك. وعندك كمان بص يا برج الدلو، انت انت دايما مشكلتك يا برج الدلو ان انت هو ان انت في دايما بص في نقار بينك يعني انت في شريك بيحبك وكل حاجة، بس انت يعني انت يا دلوية اهي دايما في مشكلة برضه اهو شايفينها انت اهو، والشريك اهوت واطفالك. يعني انت حاولي ان انت دايما في المشاكل لما تيجي تشتغل، لما تيجي مثلا تزعقي او في مشكلة لا قدر الله، تحاولوا ان انتوا ما تشكلوش قدام اولادكم، لان شوف اولادكم يعني عرفوا اللي يعني في حاجة بينك، حتى لو في اي حاجة عشان الاولاد، يعني حاولوا ان انتوا يعني المشاكل دي تخفوا منها، يعني ايه، لان في الاولاد عندكم متقدرين في البيت او شايفين اطفال يعني حرام يعني، فحاولوا تهدوا الموضوع شوية. وان شاء الله ربنا يا رب ان شاء الله ربنا ما يجيبش مشاكل باذن الله. وعندكم كمان بصوا، انت عندكم واحدة هيت زي اللي بيقول ايه، في الوش مراية وفي القفص الله، شايفينها ايه تحت صباعي. إيه تعبانة 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 مخفية، شوف بتبصلكوا ازاي بعينيها. سبحان الله يا رب، الفنجان بتاعك ظهر لك بسم الله ما شاء الله، النهاردة ظاهر لك يعني العيون كل شيء واضح فيها خالص اهو. شفت التعبان بديله وراها، ديله ديت ها. وعندك كمان انت الله اكبر عليك،
عندك كمان تمساح اهو. ها وديناصور، يعني هو المشكله ان انت عندك حاجات فيها نار، يعني في ناس يعني تعبانه، يعني هي تعبانه، الشخص اللي هو عامل نفسه تعبانه ديت ايه، كان لك اللي هي بتاخد سرك وتعمل نفسها اللي هي حبيبتك، وتروح توقع بينك وبين الشخص اللي انت بتقول عليه او انت بتحكي لي عليه او بتفتن عليك، معنى اصح. فهمتني؟ واللي هو الديناصور او التمساح او اي حاجه تانية اللي هي دي فيها نار، الشخص اللي يعني الحاجه اللي بتطلع دي اللي بيبقى فيها نار ديت ايه، ان حد ده كان بقى عامل نفسه حبيب قوي قوي بطريقه، يعني اللي انت ما تشكش فيه، ممكن تشك في نفسك ما تشكش في البني ادم ده، بس البني ادم ده كوالع منك نار، يعني معبي منك، هيفجر فيك قريب، بس ربنا يستر ان شاء الله. وبالنسبة للعلاقة العاطفية برضه اهوت عندكوا في حرف الايه طبعا، طالع اهوت عندكوا حرف الايه، وعندك كمان وانت والحبيب، يعني في الحمد لله في هدوء في العلاقة العاطفية اهو عندكم، في حب ان شاء الله، وفي ناس ان شاء الله الفترة الجاية على اول ثلاثة برضه ان شاء الله، على دخلة في ان شاء الله في الايام القادمة باذن الله، في هنا خطوبة، في بعض منكم هيبقى عنده خطوبة، يعني ان شاء الله ربنا يفرحكم جميعا باذن الله. وفي عندك زي ما انا قلت لك برضو اللي هو عندك انت المشكله اكتر، الفنجان بتاعك كله حسد، اكتره حسد، حسد وغيره اهي موجوده، اكتر حاجه موجوده عندك في الفنجان، يعني ربنا يستر عليك يا رب اهو. شايفين العيون؟ الله العظيم انا ما جايبه حاجه من عندي، يعني انا بقرا لكم والله الفنجان، انا معاكم مباشر، مش يعني مثلا بعينه، لا مباشر، حتى لسه جديد لسه ماشي حاليا يعني اهو. بس ان شاء الله خير، ربنا يرزقك، وربنا هي يا رب ان شاء الله ربنا يعني هيطلعك من المشاكل اللي انت فيها ان شاء الله الفتره اللي جايه دي، الخير قادم ليك والله العظيم، بشرة خير ليك جميله 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 يا برج الدلو والله العظيم. يعني شوف بص كمان عندك خير كتير، بسم الله ما شاء الله، عندك الشهر القادم انت شايل هم مثلا ايه الايام اللي جايه عشان رمضان والكلام ده، بس ربنا ينصرك ان شاء الله، وانت في الفتره دي عندك قوه واراده ان انت لازم تاخد حقك بايدك، وان انت بقيت يعني شخصيتك يعني بقيت قويه، انت ان شاء الله ربنا هيطلعك منهم وهينصرك عليهم، وانت فاهم وانا فاهم، كل واحد فاهم عارف عنده ايه، بس ان شاء الله ربنا ينصرك على المشكله اللي انت فيها باذن الله. تعال بقى نشوف بقى ايه الطبق، ولو كنت وصلت هنا بالله عليكم ما تنسوش بقى في اللايكات بالله عليكم. نبدا كمان بقى بالطبق، نسمي الله برضو. بصي يا برج الدلو انت عندك، بصي فيه، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بصي نجيبها من البدايه من على الحرف الفنجان الطبق. بص بقى انت عندك كمان، بصي في ان شاء الله في منكم حامل ان شاء الله، في حلة ولادة اهو، في منكم هيجيب توأم ان شاء الله، يعني ربنا يرزقهم انه من جنس يعني الله اعلى واعلم اهو، ما شاء الله. وغير كده كمان بص، طبعا العين ظاهره لك طبعا برضو هنا كمان في الطبق، بس ما تقعدش تشغل بالك بقى، صلي على النبي وحاول تتوضى قبل ما تنام، ومتخرجش من بيتك غير ما انت متوضي، وتقرا دايما معوذات وانت ماشي، عشان ربنا يسترها ان شاء الله، ويبعد عنك كل عين وحاسد وحاقد باذن الله. وعندك طاقه حلوه برضو، ان انا بقول لك زي ما انا اقول لك في الفتره دي انت شخصيتك اتغيرت خالص، وان انت بقيت قوي، بقيت هتاخد حقك بايدك، ان انت معدتش انسان ضعيف خالص، يعني انت عندك شخصية قوية الايام اللي جاية دي، وبدأت يعني تطلع من الكآبة والحزن اللي انت فيه، يعني ايه، يعني ما عدتش بتسمع لحد، عدت تسمع صوت نفسك بس. وعندك كمان اهو، يعني قلت لكم برضو قريت ان شاء الله، برضو قلت لكم في خطوبة، وبرضو ظهر لك هنا في الطبق برضو في فرح برضو ان شاء الله، الف مبروك مقدم. وعندك بص كمان عندك طبعا الكلام كتير اهو، شوفوا مشاكل فيه، عندك فيه هنا في مشكلة، المشكلة دي تبع العيلة، تبع حد من عيلتك، في حد من العيلة عندك اهو شايفينه تحت صباعي هنا، شايفين
انا بس مش قادرة ان انا املك بس دي. او عندك انت واخواتك في مشكلة بينكوا وبين بعض، انتوا الاربعة، اخواتك الاربعة، واللي بتقويكوا على المشكلة دي واحدة، هي تعتبر يعني ايه مرات العم، مرات اخ، مرات خالة، الله اعلى واعلم. هي ديت هي اللي عاملة قص المشاكل وقص البلاوي دي كلها. اهي هي اللي عامله مشاكل بينك وبين اخواتك. بس حاولوا ان انتوا ما تسمعوش ليها بالله عليكم، وحاولوا ان انتوا يعني ما تتجمعوش قدامها كتير، لانها هي عامله حبيبه، وهي اكتر الناس عدوه ليكوا. نفسها اللي انتوا يعني الله اكبر كده تشوفكوا والعين كده ببعض ومقطعين بعض من الضرب ومشاكل، تبقى فرحانه من جواها، بس هي عامله نفسها حبيبه. احرص منها، حرص بالله عليك، وربنا يسترها ان شاء الله. بس ان شاء الله ربنا يرزقك باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. وما اقول تاني، انت عندك رزقه حلوه 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 ما شاء الله، جاي لك مال في الطريق كثير جدا ان شاء الله، وربنا يرضيك باذن الله. كده خلصنا معاكم برجة رب بالله عليكم، ما تنسوش بقى في اللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.